لو بتفكر تشتري في الساحل الفيديو ده ليك. النهارده هنتكلم على 4 مشاريع لشركه تطوير مصر، هم من اهم المشاريع الموجوده في الساحل والسخنه. وقبل ما نتكلم على المشاريع دي خلينا نتكلم على المطور الموجود النهارده وهي شركه تطوير مصر. شركه تطوير مصر بدات من حوالي 10 سنين بس، وفي وقت قليل جدا قدرت تكون من اهم المطورين الموجودين في السوق العقاري برؤيه واضحه ومحدده، وهي تقديم منتج عقاري بجوده عاليه تفوق توقعات كل العملاء اللي اشتروا معاها. ومن غير ما اطول عليك في المقدمه خلينا اكلمك عن اهم مشاريعهم في الساحل والسخنه. اول مشروع معانا هو قرية دي بي الساحل الشمالي. من اهم مميزاتها انها موجوده في الكيلو 165 على مساحه 200 فدان. تصميم المشروع بالكامل هو عباره عن مصاطب بارتفاعات مختلفه بتوصل ارتفاعاتها لحد 28 متر، عشان كده كل الوحدات تقدر تشوف منها البحر بشكل مباشر. وخليني اوضح لك بشكل عملي ازاي ده بيحصل. القريه متقسمه ل3 اجزاء. الجزء الاول المشروع اسمه البيتش فرونت، بيبدا بالكباني اللي ارتفاع 3 متر اول صف على البحر بشكل مباشر. بعدها بيجي الفيلات الفيرست رو على ارتفاع 8 متر. بعدها الفيلات السكند رو على ارتفاع 13 متر. اما الجزء الثاني فهو موجود في نص المشروع مكون من صفين، الصف الثاني بيوصل لارتفاع 11 متر. موجود كمان في المشروع كريستال لاجون على مساحه 15 فدان. وبكده كل الوحدات الموجوده في المشروع تقدر تشوف منها البحر او فيو للكريستال لاجون. اما الجزء الثالث من المشروع مبني على مسطبتين، المسطبه الاولى ارتفاعها 21 متر مكونه من فيلات توين هاوسز وستاند الون، والمسطبه الثانيه ارتفاعها 28 متر مكونه من شاليهات ودوبلكسات وبنت هاوسز علشان يكون كله سي فيو. ومن اهم الحاجات اللي بتميز قريه دي بي ان عرض البيتش 200 متر وعمق القريه 900 متر، وكمان القريه ليها بوابتين دخول كوميرشال اريا على الطريق مباشره، وكلاب هاوس على البحر بشكل مباشر، ومنطقتين خدمات مباشر على اللاجون في التو كورنرز. والمشروع بالكامل فيه 18 فدان عباره عن لاجونز و12 حمام سباحه. تاني مشروع هو فوكا بي اللي موجود في الساحل الشمالي وتحديدا في منطقه راس الحكمه. المشروع موجود في الكيلو 211 في موقع استراتيجي على طريق الساحل الشمالي، متميز بقربه من اهم المشروعات والطرق وخدمات الساحل الشمالي. واللي يخليه كمان هو فرصه استثنائيه للاستثمار. اهتمت شركه تطوير مصر بتوفير اعلى درجات الرفاهيه في فوكا بي، وخصصت اغلب مساحته اللاندسكيب وكريستال لاجون على مساحه 35 فدان، ودي كمان تعتبر اكبر كريستال لاجون موجوده في الساحل. كلها سويمبل مش مجرد فيو بس، كمان هيكون موجود معانا فاسيلتيز مهمه جدا زي الجيم والسبا والكيدز اريا والتنس كورت وحمامات سباحه وتراكات للمشي والجري. كمان من اهم الخدمات الاساسيه اللي بنحتاجها هيكون موجود فيه عيادات طبيه وفي صيدليات وفي سوبر ماركت. ده غير كمان هيكون موجود فيه 2 كلاب هاوس وفندق 5 ستارز وفي كوميرشال اريا. اما عن انواع الوحدات الموجوده في فوكا بي هتكون ميكس ما بين الفيلات والتوين هاوسز والتاون هاوسز والشاليهات. مساحات الشاليهات بتبدا من اول 95 متر بتوصل لحد 200 متر، والتاون هاوسز بتبدا من اول 140 متر، والتوين هاوسز بتبدا مساحتها من اول 195 متر. اما الستاند الون فيلا بتبقى متقسمه ارضي واول وروف او ارضي واول بس، وبمساحات تبدا من اول 252 متر بتوصل لحد 542 متر. فوكا بي مشروع مميز جدا بعرض على البحر 800 متر وعمق القريه كيلو و200 متر. ومن المميز كمان ان المشروع قائم بالفعل وفي مراحل عايشه بكامل الخدمات. ثالث مشروع معانا هو سولت في الساحل الشمالي وتحديدا في منطقه راس الحكمه، موجود في الكيلو 185 على طريق الساحل على مساحه 294 فدان. وزي ما عودتنا شركه تطوير مصر ان كل الوحدات فيها موقعها مميز، وده لان سولت بيوصل ارتفاعها لحد 61 متر فوق سطح البحر بعرض 830 متر، عمق القريه 2 كيلو. تصميم المشروع تم باعلى معايير الابداع والابتكار والجمال الاوروبي، وخدمات متكامله طبعا زي الكلاب هاوس، حمامات سباحه، كيدز اريا، هيكون في موجود كمان اكوا بارك، كوميرشال اريا هيكون موجود فيها اشهر البراندات، وكمان 25 فدان هتكون مخصصه بس للكريستال لاجون. اما عن التايبس اللي موجوده، الشاليهات بتكون عباره عن ارضي و3 ادوار او ارضي و4 ادوار بمساحات تبدا من اول 80 متر توصل لحد 115 متر، وسعرها بيختلف طبعا على حسب قربها من البحر والفيو بتاعها. اما التاون هاوس بيكون ارضي واول ومساحته بتبدا من 150 متر، او ارضي واول وتاني ومساحته بتبدا من اول 185 متر. والستاند الون فيلا متوفر منها 7 انواع، تكون عباره عن ارضي واول او ارضي واول وروف بمساحات بتبدا من 185 متر بتوصل لحد 350 متر. طبعا كل التايبس دي متميزه بتصميمات مختلفه علشان تدي اعلى درجات الرفاهيه. اخر مشروع موجود معانا ومن اهم مشروعات شركه تطوير مصر هو المونت جلاله في العين السخنه، الموجود على طريق الزعفرانه بينه وبين مدينه الجلاله حوالي كيلو ونص بس، على بعد ساعه ونص من القاهره و45 دقيقه من العاصمه الاداريه. مشروع كبير جدا في حوالي 10000 يونت. مشروع مساحته 520 فدان بعرض الشاطئ 1400 متر وعمق القريه بيوصل ل 1300 متر. المشروع منحوت في احد جبال الجلاله، واللي بيديله ميزه ان كله موجود على مصاطب طبيعيه بتبدا ارتفاعها من 9 متر وبتوصل لحد ارتفاع 220 متر فوق سطح البحر. قريه المونت جلاله هي من افضل المشروعات الساحليه في مصر، ومن مميزات المونت جلاله ان فيها 43 فدان عباره عن كريستال لاجون، وفي كمان مارينا لليخوت بتستوعب لحد 160 يخت. والمشروع بيضم 9 فنادق باكثر من 1000 وحده فندقيه.
الافقيه، 4 فنادق في المرحله الاولى و5 فنادق في المرحله الثانيه. المشروع فيه طبعا كل الخدمات زي حمامات سباحه، كيدز اريا، مسجد، كوميرشال اريا، و11 كلاب هاوس موجودين في كل المراحل. كمان هيكون في مركز طبي ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات. ومن اهم وسائل الراحه اللي بتقدمها تطوير مصر في المونتي جلاله توفير جولف كار وتلفريك داخلي ودراجات لسهوله التحرك والتنقل داخل القريه. اما على الماستر بلان من المونتي جلاله ففي 5 مراحل رئيسيه. مرحله ماريستا ودي على ارتفاع 210 متر فوق سطح البحر، ودي بتكون عباره عن توين هاوسز فقط. مرحله الورا ودي بيكون فيها شاليهات ولوفتس وتوين هاوسز وستاند الونز بتكون بفيو مباشر على اللاجون. ومرحله ايسلا برضه بيكون فيها لوفتس دي عباره عن دوبلكسات وتوين هاوسز وستاند الون. مرحله فيا ودي بيكون فيها شاليهات مساحتها بتبدا من 85 متر بتوصل لحد 139 متر. ومرحله مارينا هيكون فيها شاليهات وكوميرشال ستريب وفود تريكس واغلب الخدمات. مشروع المونتي جلاله هو مشروع ضخم ومتميز جدا متكامل الخدمات وفي اغلب انواع ومساحات الوحدات. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اهم المشاريع الموجوده في الساحل والسخنه ابعت لنا واتساب وهنبعت لك كل التفاصيل وهنساعدك في اختيار الوحده المناسبه ليك.